هو ليه الكمال لله وحده؟ دايما كنت بسمع الجملة دي واقعد اسأل نفسي هو ليه الكمال لله وحده؟ يعني دايما كنت اسأل نفسي هو ليه ما يكونش في انسان كامل او انسان مثالي في الحاجة اللي هو بيعملها، او ايه اللي هيحصل لو الانسان بقى مثالي وما عندوش اي اخطاء ودايما شغله بيكون مثالي؟ ايه اللي هيحصل لو الانسان ما كانش عنده عيوب؟ Congratulations. وايه الثمن اللي هيدفعه لو كان انسان مثالي وكامل؟ فعشان كده قررنا نجاوب على السؤال ده في الحلقة دي عن طريق فيلم وبلاش. احنا النهارده مش بس هنحلل الفيلم، بل احنا هنعمل حاجة اهم بكتير، هنفهم ايه اللي ممكن يحصل لو الانسان وصل للكمال. What's your name? Andrew Naaman, sir. What year are you? I'm first year. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players. Yes, sir. Then why did you stop playing? All right, gang. Whiplash. فكرة انك تكون عادي فكرة مرعب لكتير مننا، بس المرعب اكتر هو الثمن اللي ممكن تدفعه عشان تكون عظيم. سنة 2014 المخرج دايمون شازيل قدم لنا فيلم ميزانيته ما كملتش 3 مليون دولار وتصور في 19 يوم، بس كان زلزال في العالم وخد 3 جايزة اوسكار. والفيلم ده هو فيلم وبلاش. الفيلم ده مش عن 2 بيعزفوا جاز، لا، الفيلم ده ماتش ملاكمة، بس بدل القفازات الأسلحة هنا هي العصيان بتاع الدرامز والإهانات النفسية اللي بيتعرض ليها البطل طوال الفيلم. وسؤال المليون دولار في الفيلم ده، هل عشان تبقى عبقري في مجالك لازم تتنازل عن إنسانيتك؟ وهل الكمال ده حقيقي ولا فخ بننصبه لنفسنا لحد ما نموت جواه؟ فتعالوا نحكي الحكاية بشكل تاني. عندنا شاب اسمه أندرو ده واد غلبان دخل معهد اسمه معهد شيف الموسيقى، وده واحد من أرقى المعاهد في أمريكا للموسيقى. اندرو مش عاوز يبقى عازف درامز عادي، ده عاوز يبقى زي بيدي ريتش، عاوز يعني يبقى اسطور. وفي الناحيه التانيه عندنا واحد اسمه فيلتشر، ده قائد الفرقه بتاعت الجاز بتاع المعهد. وفيلتشر مش مجرد مايسترو، ده ديكتاتور حقيقي، راجل بيلبس اسود في اسود، عضلاته مشدوده وعينيه دايما بتقولك لو غلطت في نوتة موسيقيه انا هنهي مستقبلك ومستقبل عيلتك كلها. فاول بروفا لاندرو مع فيلتشر الامور بدت شويه كانت لطيفه. فيلتشر بتكلم اندرو بحنيه ويقول له انبسط وطلع العزف اللي من قلبك، كانه بيعامله كاخ صغير ليه. فاندرو بيحس بطاقه وبيبدا ان هو بيعزف، لكن فجاه وهو اندرو بيعزف فيلتشر يوقف الفرقه كلها ويرمي عليه كرسي كان هيطير راسه. طبعا دي حاجه صدمه، ان الشخص اللي كان قدامي ده كان بيعاملني بشكل كويس جدا وفجاه كان بيرمي عليا كرسي. تحول مرعب في الفيلم. وهنا بيبدا الشخصيه الحقيقيه او الشخصيه اللي هدفها الكمال والسعي، والشخص ده هدفه ان الحاجه اللي تكون معاه ما يكونش فيها اي عيوب. مش بس كده، ده بيقرب من وشه ويضربه بالقلم على وشه عشان يظبط الريتم ويهينه باقذر الالفاظ ويمسح بكرامته الارض قدام زمايله. التحول الحقيقي ان اندرو ما بيقعدش ويروح لابوه بقى ويشتكي له ان هو يخرج من المعهد، لا، اندرو هنا بيرجع الاوضه بتاعته وبيقرر ان هو يتمرن اكتر. وهنا بندخل في سيناريو الهوس. علم النفس بيقول ان الكمال مش عاوز تعمل حاجة حلوة، الكمال هو خوف مرضي من الفشل. الشخص المثالي بيبطل يشوف نفسه كإنسان، يغلط ويتعلم، يشوف نفسه يا إما عبقري يا إما حتة زبال، مفيش وسط. والحقيقة هنا ان الكمال لعنته في ان الإنسان دايما شايف نفسه ان هو ما بيغلطش او ما ينفعش ان هو يغلط. ده طبعا غلط كبير، لان احنا مش ملائكة، احنا بشر في الاول في الاخر بنغلط، والاهم من الغلط بتاعنا ان احنا نتعلم من غلطنا. فلولا الغلط ما كناش عرفنا الصح. شوف الفيلم عامل في اندرو ايه عشان يوصل الكمال. والفيلم ده واحد من اكتر الافلام اللي هتفهمك الانسان ممكن يحصل له ايه في رحله السعي للكمال او المثاليه. فهنبدا نشوف ان الشخص بيقدر يحصل له انعزال اجتماعي زي ما حصل لبطل الفيلم بتاعنا، انه ساب البنت بيحبها بدم بارد جدا وقال لها باللفظ انتي هتعطليني عن الدرامز. I want to be one of the greats. And I would stop you from doing that. Yeah. وانا عاوز ابقى عظيم. فهي بتقول له ان انا مش هعطلك ولا حاجه، بالعكس انا ممكن اكون دافع ليك. لكن هو شايفها ان هي مجرد حاجه ومجرد عقبه. على فكره دي حقيقه، الشخص اللي بيشوف نفسه مثالي بيبقى هدفه التخلص من كل الناس اللي حواليه، لان هو مش بيكون شايفهم ناس بتديله دافع، ده بيكون شايفهم حمل زاد عليه لازم يتخلص منه. الحاجه التانيه وهي الانكار الجسدي، ايديه بتنزف دم وبدل ما يرتاح بيحط عليها لزق طبي ويكمل عزف عادي جدا ولكن حصل اي حاجه، لدرجه ان عرق ودم اندرو بقى هما اللي بيغسلوا الطبل. فالشخص هنا ما بيكونش عنده احساس بالالم ولا خوف من انه يؤذي نفسه اكتر من خوفه من الفشل. رقم 3 وهي فقدان العقل والامان. في مشهد الحادثه الشهير اندرو عربيته بتتقلق وبيطلع من العربيه غرقان في دم ومش بيفكر يروح المستشفى، لا، ده بيجري على المسرح وعشان الدرامز في ايديه عشان يلحق الحفل. الفيلم هنا بيصرخ في وشنا ويقول لنا الكمال هو عدو السعادة. الحقيقة ان المثالية والكمال دي حاجة مش سهلة جدا، ومفيش حاجة تقريبا اسمها الوصول للمثالية او الكمال. بمعنى لو شخص بيعمل مثلا ولنقول العربية في البداية وهو بيحاول ان هو يصممها او يعملها، شيء طبيعي ان هو بيغلط في التصليح او التصميم بتاعها، وده شيء عادي جدا.
الانسان المفروض هنا انه يعمل ايه؟ يبدا يفهم ايه هو الحاجات اللي غلط فيها ويبدا ان هو يعدلها. لكن الشخص المثالي بيشوف ان هو اول ما يبدا في الحاجه عمره ما يغلط فيها ابدا، ولو غلط يبقى ده السبب فيه هو عدم تركيزه او ان هو مش فاهم الحاجه او ان السبب فيه هو. لكن الحقيقه ان الدنيا مش كده، الدنيا لازم تفهم اول حاجه الغلط اللي انت عملته، والحاجه التانيه انك تحاول تصحح الغلط ده. لكن الشخص المثالي بيشوف يا اما ابيض يا اما اسود، ما بيشوفش في النص خالص. فيلتشر قدر يزرع جوه اندرو فكره ان قيمته كبني ادم بتساوي ادائك، بس لو عزفت حلو فانت موجود وشخص ناجح، لكن لو غلطت في نوتة فانت نكره ملعون ومالكش اي ستين لازمه في المجتمع. هو فيلتشر ده مجرد راجل سوداوي ومريض نفسي خلاص، ولا فيه حاجه تانية وراه؟ الحقيقه ان فيلتشر هو السبب الحقيقي في تحول اندرو. لان اندرو في البدايه اي نعم اندرو شخص مهووس بالنجاح ومهووس بالمثاليه، لكن السبب اللي خلاه ان هو يحصل فيه ويوصل فيه للدرجه دي هو فيلتشر نفسه. لانه لو كان لاقي شخص متزن نفسيا اكتر من فيلتشر اعتقد انه ما كانش هيوصل للحاله السيئه اللي هو فيها دي. والحقيقه ان الفيلم ده اعمق من كده بكتير. فيلتشر عنده فلسفه ووجهه نظر مرعبه بس منطقيه من وجهه نظره هو، الا وهي ان في المشهد بيقول فيلتشر بيقول لاندرو جمله هي مفتاح الفيلم كله. مفيش كلمتين في اللغه الانجليزيه اخطر واقذر من كلمه عمل جيد. فيلتشر شايف ان المجتمع الحديث بقى متدلع زياده عن اللزوم، بنقول لاي حد برافو وحتى لو عمل حاجه متوسطه، وده بيموت العبقريه. بمعنى ان فيلتشر شايف ان الشخص اللي بيغلط المفروض يتم باهانته باقذر الاساليب، والشخص اللي بينجح المفروض ان هو بيتم مدحه باكبر الصفات وباحسن الصفات. وهو بيستشهد هنا بشخصيه شهيره جدا وهي تشارلي باركر، وده كان اسطوره في الجاز اللي المايسترو رمى عليه صاق كان هيقطع راسه. فباركر روح البيت وعيط واتمرن سنه كامله ليل ونهار ورجع بقى اعظم عازف ساكسفونيا في التاريخ. فيلتشر بيبرر ساديته بان هو بيدور على تشارلي باركر الجديد ويقول له ان عمري ما هعتذر عن طريقتي، لان العبقريه الحقيقيه مش انكسار. وبصراحه وجهه نظره غريبه شويه ان هو استدل بشخص واحد بس، والشخص ده اكيد روح انكسر في البيت، ولكن الشخص ده سعى لنفسه وتغلب عن الواقع المؤلم اللي هو مر بيه قدام الشخص المايسترو اللي رمى عليه الصاج، وحاول على قد ما يقدر عشان يطلع احسن ما عنده. لكن دي واحد من ضمن الالاف او حتى الملايين. اكيد في فتره من الفترات حصل معاك نفس الموقف ده، انك كنت بتعمل حاجه او كنت بتاخد درس وفجاه لقيت المدرس بيقول لك ابشع الالفاظ وبيضربك باوسخ طريقه ممكنه علشان خاطر بس شايف ان هو لو مش ضربك فانت شخص متدلع، رغم ان ممكن الخطا ده يكون بسيط ولازم ان هو يصلح قبل ما هو يضرب. لان الدراسات اصلا اثبتت ان الضرب ذات نفسه هو لعن، ممكن تخلي الانسان يكون عنده كراهيه واحباط من الحاجه مجرد ما يشوفها. ففي ناس اصلا سابت المذاكره وسابت التعليم بسبب الضرب، ولو واحد من اكتر الاساليب اللي بتستخدم في بلدنا. لكن الحقيقه هي المشكله كلها مش في انك تضرب او تشتم او تزعق. في ناس ممكن تتعامل مع الضرب او الشتيمه بشكل كويس، بمعنى انها ممكن تاخد الضرب والشتيمه ده كدافع علشان ان هي تطلع احسن ما عندها، ولكن دي ناس قليله جدا على فكره. وعلى فكره الناس دي ما بتكونش سويه نفسيا لما بتكبر. في ناس تانية لا، لازم تتعامل معاهم بطريقه احسن وبطريقه كويسه وشيك عشان تقدر ان انت تحببهم في الحاجه. ودي عقليات، والعقليات بتختلف زي الاصابع بتاعت ايدين. فالمعضله الاخلاقيه في الفيلم، هل الضغط النفسي والاهانه ممكن يصنعوا فنان؟ لان دي برضه اهو عطاله مثل والمثل ده حقيقي. فهل المثل ده بقى حقيقه في العالم اللي احنا فيه ده؟ هل الضغط النفسي والاهانه ممكن يصنعوا فنان حقيقي؟ لكن الحقيقه ان هم بيصنعوا مسخ شخص مريض نفسيا. بمعنى الاهانه او انك تقسي على نفسك زياده عن اللزوم دي بتوصلك لمراحل مش كويس. مش عيب انك تغلط، مش عيب انك تغلط 1000 مره، بس العيب انك ما تصلحش من غلطك. المساله هنا دي مش في نقطه الغلط، المساله في نقطه تصليح الغلط. ولازم أن تفهم ان انت انسان عندك قدرات وعندك امكانيات، تقدر تستغل الامكانيات دي باحسن شكل ممكن وتقدم احسن صوره ليك حتى لو انت ما كسبتش حاجه. لكن عادي جدا ان انت ما تكسبهاش، لان دي اسم ونصيب، وفي النهايه انت بتعمل اللي عليك وربنا بيكافئك، وربنا اكيد مش هيضيع مجهودك. فلازم دايما تتعاطف مع نفسك، لازم تبص لنفسك كانسان، لان الانسان هو انسان عاطفي. الانسان بشكل عام مش بيحب الاهانه، لانه مهما كان ربنا خلقه حر. فمبدأ الإهانة النفسية أو إن الشخص يجلد نفسه كل شوية ده مش حاجة كويسة جدا. بالعكس أنت لازم تتعامل مع نفسك بشكل كويس حتى لو المجتمع كله بيعاملك بشكل وحش، طول ما أنت مش بتعمل حاجة غلط أو حاجة غير شريف. نيجي بقى لنهاية الفيلم واللي هي واحدة من أعظم النهايات في تاريخ السينما. أندرو هنا الشخص ده مبقاش خايف من المايسترو، بالعكس ده هو اللي قطع الإحبال بتاع العروس، لأن فيلتشر كان بيستخدمه زي العروس، يحركوا شمال يحركوا يمين، يضربوا يشتموا، ما كانش بيهمه. لكن حاليا أندرو مش خايف منه أصلا زي الاول ما كان خايف منه،
وقرر هو اللي يقود المايسترو. يعني اندرو ما بقاش محتاج المايسترو نفسه، هو اللي يقدر يحرك نفسه من غير ما يحتاج ان الشخص ده يحركه. والكاميرا بتتحرك بجنون بين عينين فيلتشر وعينين اندرو في اللقطه السحريه. فيلتشر بيبتسم واندرو بيبتسم، الاثنين وصلوا لنشوه الموسيقى. اندرو وصل للكمال اللي بيدور عليه، لكن دي مش النهايه السعيده اللي انت مستنيها. بالعكس، النهايه دي هي الكارثه الحقيقيه للفيلم. واكبر دليل على ده لان ابو اندرو لما كان بيبص على ابنه كان شايفه ان هو خلاص النسخه دي انتهت، الشخص ده هيصاب بجنون العظم وجنون المثاليه، انه هيفضل يسأل الحاجه دي لحد الموت. الكمال لله وحده. السؤال اللي بدأنا بيه الحلقه واللي بننهي بيه الحلقه هو ان ما ينفعش الانسان يوصل لدرجه من الكمال، لان الكمال اصلا مش موجود او المثاليه مش موجود. انك تكون انسان ما عندكش عيوب في مجال معين ده غلط كبير جدا. الحقيقه ان ممكن تصلح من عيوبك وممكن توصل لدرجه من درجات المثاليه او الكمال، لكن مستحيل انك توصل للمثاليه والكمال في حاجه، لان الحاجه ديتي هيضطر عليها احداث وحاجات جديده، والحاجات الجديده والاحداث دي اما اتعلمتهاش وحاولت فيها وجربت فيها وغلطت فيها وعدلت من غلطك هتبقى فاشل قدام نفسك. المثاليه اللي انت كنت موهوم بيها هي اصلا مش موجوده. المخرج نفسه قال في حوار بعد كده ان اندرو في النهايه كسب المعركه الموسيقيه، ودي حقيقه وكسبها في نهايه الفيلم، بس خسر حياته كانسان، وده الجانب المظلم من القصه بتاع الفيلم. اندرو هيموت في الثلاثينات من عمره، مدمن وحيد ومريض نفسي. وفي النهايه اسال نفسك ايه الحاجه اللي انت مستعد تضحي بنبضات قلبك وصحتك النفسيه عشان توصلها. وافتكر دايما انك تكون انسان طبيعي وسوي وبصحه نفسيه كويس. ساعات بتكون الصحه النفسيه اعظم بكتير من انك تكون عبقري مجنون ووحيد. المثاليه مش حاجه كويسه زي ما احنا فاكرين، بل هي حاجه مدمره جدا وبتسبب لك الادمان ليها، حتى لو الحاجه دي كانت الشغل مثلا او المذاكره او غير. ولو الحاجه دي كانت كويسه كان ربنا اعطانا الصفه دي. واعتقد سبب خطوره الحاجه دي هي الانسان بيصبح مدمن للحاجه دي مدى حياته، وده مش بيكون شايف غيرها وممكن يضحي باي حاجه عشانها. مش غلط انك تتفوق في الحاجه، لكن الغلط الحقيقي هو انك تنسى نفسك عشان حاجه اصلا مش موجود. مفيش انسان ما عندوش عيوب. وما تنساش اهم حاجه، انك لو هتأذي نفسك فما تأذيش غيرك، وما تأذيش نفسك برضه يعني. وما تنساش تدوس لايك واشتراك، واشوف وشك الحلقه الجايه. ولو تحب ان احنا نتكلم عن حاجه الحلقه الجايه، سواء بقى افلام او كتب او حاجه مثلا كمشكله، فتقدر تكتب في الكومنتات. وسلام.